السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب ام جنى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله حبايبي. ربنا يفرح قلبكم ويجمعكم بحبايبكم على خير ان شاء الله حبايبي، ويعطيكم يا رب الخير كله. لو فيهم خير ليكم ربنا يقربهم منكم، ولو فيهم شر ليكم ربنا يبعدهم عنكم. تعالوا مع بعض كده نشوف طاقتكم وطاقة الحبيب وطاقة الطرف الثالث معاكم بإذن الله إذا كان موجود. الأول كده حبيبك عمال بيراجع نفسه. عمال بيراجع نفسه في إيه؟ في إنه هو حس إنه تسرع. يعني الحبيب هنا حسه إنه تسرع في القرار اللي أصدره اتجاهك. يعني ابتدى يقعد كده مع نفسه يقول إيه؟ هو أنا اللي عملته ده إيه؟ هو أنا غلطت؟ أنا غلطت إني بعدت؟ هو أنا دلوقتي بقيت لوحدي، أنا استفدت إيه؟ يعني هو قاعد يكلم نفسه كده دلوقتي، عمال يلوم نفسه. الحيرة مبهدلاه من الآخر كده. عارفين كده المثل اللي بيقولك سيب حبيبك على هواه لما ديله يحصل قفاه؟ اهو بالظبط بقى كده. الشخص ده بقى كده دلوقتي، ودلوقتي قاعد يفكر. وبعدين انتوا مش سائلين فيه، مش بتعبروه بصراحة. يعني انتوا باينين برضو هنا في الطاقة ان انتوا ابتديتوا تعرفوا استحقاقكم، وابتديتوا تفهموا قدراتكم، وابتديتوا تعرفوا ان انتوا كنتوا مضحيين بنفسكم قوي. يعني من الاخر كده، من الاخر كده انتوا كنتوا، يعني مش عايزه اقول كنتوا بتهينوا نفسكم مع الشخص ده. ليه؟ لان الشخص ده عنده تجارب كتيره قوي، وفاهم وعارف انت قيمتك قد ايه. لكن هو كان بيقصد يقللها، كان بيتعمد يقللها. وليه بيتعمد يقللها؟ لان هو بيحاول يحجم قدراتك، بيحاول يعني ايه، يكبتك، يضايقك، اللي هو ما تحسش بقيمتك. اعرف حجمك. هو كده، هو بيحسسك بكده، اعرف حجمك، دي قدراتك. ودايما كان رافع نفسه عليك، مع انه هو كان داخل العلاقة دي للبعض منكم مش للكل، بس بصورة كبيرة قوي، عشان كانت غريزة جسدية. عجبته، انبهر بيك، عجبه شكلك الخارجي، ما بصش لجوهرك الداخلي. اقول لكم بقى المفاجأة، وانتوا كنتوا عارفين وكنتوا قابلين. ليه؟ عشانكم بتحبوه، او كنتوا وما زلتوا بتحبوه. لا يا ام جنى، انا ما بحبوش، او انا ما بحبهاش، انا كرهتها. هقول لكم حاجة، احساس الكره نفسه، ان انت تبقى حاسس لشخص بكره، يبقى انت لسه عطيله جزء من الاحساس. ليه؟ لان تعرف امتى انك نسيت الشخص او هو مش في بالك؟ ان انت ما يبقاش لا بتحبه ولا بتكرهه، مفيش احساس بالنسبه لك خالص، اللي هو مش شخص بتكرهه، مش شخص عايز تنتقم منه، لا 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 خالص. تبقى حاسس انه بالنسبه لك لو حد قالك انت بتحبه ولا لا، او بتكرهيه ولا لا، تقول انا والله انا لا بحبه ولا بكرهه، انا نسيته، مش في دماغي. في اللحظه دي تتاكدوا ان انتوا نسيتوه تماما، او ما بقاش في بالكم. ده انا داخله فضول على فكره يا ام جنى، انا مش داخله عشان اشوف طاقته ولا حاجه. وماله حبيبتي، وماله حبيبه قلبي. طيب، الشخص ده في مرحله المطارد في الفتره دي، بمعنى ان هو بيبص وراه وبيراقبك. ايوه، بيراقبك. طبعا القراءة للجنسين للرجل وللمرأة، بس طبعا لو بتكلم بصيغة الرجل مرة، بصيغة ال ال الأنثى مرة، فيعني هي قراءة للجنسين يعني. الشخص ده هو عارفين دلوقتي اللي هو بيبص لك كده، اللي هو انت مفكر نفسك ان انا عايز ارجع لك؟ انا مش عايز ارجع لك ولا حاجة. ويقوم باصص لك كده تاني. فاهمني؟ اللي هو يقوم باصص لك كده تاني، اللي هو كده ابعد كده وانت حلو.
لو جاتك القرف كده وانت حلو، شفتوا كده النظام ده؟ مش عايزك، لا انا مش عايزك، مش عايزك، بس هو هيموت عليكم. انا بمثل لكم الطاقة، يعني بمثلها لكم. هو حاليا اقرا بتقولك الامر متروك ليك. الشخص ده حاليا واحد بيفكر فيك، شخص بيبص وراه في العلاقة، وابتدى ان هو يسترجع الذكريات دي، حتى لو كان هو الشخص ده ما بيجيلكش. في ناس هنا بتقولك ايه، طب ما هو يا ام جنى انا دلوقتي عندي عقل، الشخص اللي انتي بتقولي عليه ده او الشخص اللي الطاقة بتقول عليه ده، ما هو لو بيحبني هيجيلي، ما هو مش هسمع ان هو بيحبني ومش جاي. اقوم قايله لكم او هقول لكم يا حبايب قلبي، طب ما انتوا بتحبوه او عندكم مشاعر ليه، بس انتوا كرامتكم ناقحه عليكم وما بتروحلوش. لا ده هو اللي عامل لي بلوك، وعشان كده لو كان كده ما كنت رحت له. في حاجات بتبقى جوه الانسان، بس مش كل حاجه جواك هتعرف تنفذها. يعني مش كل حاجه جواه هيقدر انه ينفذها. ما هو لو كان من الأول حبه صادق 100%، لكن هو حبه مهزوز، وهو برضو عنده جزء من الجانب المتلاعب فيه. يعني هو الشخصية دي يا حبايب قلبي بتختار مصلحتها. يعني لو خيرتها بين حاجة في مصلحتها لو انتوا اللي في مصلحتهم في اللحظة دي هيختاروكم انتوا، لو مش في مصلحتهم مش هيختاروكم انتوا. بمعنى اوضح، يعني ايه، هي مثلا بتحب المال، ممكن تبيعني عشان المال. والله لو في اللحظة دي هي ما كانت محتاجة المال ومش محتاجة الحب، مش هتختارك. لو في اللحظة دي هي كانت جايالك عشان طاقة جسدية، وما كانش جايلك مثلا عشان حاجة معينة غير دي، هيختار دي. فهمتوا انا اقصد اقول لكم ايه؟ يعني الشخص اللي انتوا بتحبوه ده شخص متلاعب. طيب انا شايفة في الطاقة هنا ان الشخص ده حاليا عمال يفكر يرجع لك ازاي، ايه الدخلة اللي يدخلك بيها، عمال يفكر. طيب في تغيرات كبيرة ان شاء الله في الفترة الجاية بإذن الله. طيب انا شايفاكم خايفين قلقانين. هنا القراءة بتقولك حبيبة قلبي استمع لصوت حدسك. استمع لصوت حدسك. انتوا حاسين بايه؟ انتوا حاسين، على فكرة انتوا في طاقة استشفاء، انتوا في طاقة استشفاء يا حبايبي. والشخص ده حاليا حس بكده، وصلته الطاقة بتاعتك، وصلته ان هو انك انت بتستشفي من العلاقة دي. طيب ايه دلوقتي المتاح بالنسبة لكم؟ انتوا دلوقتي قافلين الباب في وشه، باين قوي ان انتوا قافلين الباب في وشه. الشخص ده فكر مليون مرة انه يرجع، فكر كتير وعنده استعداد يرجع بصورة رهيبة. الشخص ده كذا مرة حاول انه يجي ورجع في القرار ده تاني، اللي هو خلاص هيمسك التليفون كده وهيضغط يتصل. شوفوا كده اللي هي دي، اللي هو خلاص هيبعت لك الرسالة او هيبعت لك او هيتصل، ويقوم ساكت، رجع فيها تاني ويفكر كده. طيب انا عايزة اعرف احساسه بالظبط ايه، ليه رافض، ليه هو رافض، ليه هو عنده استعداد فعلا يرجع، بس هو ليه بيتلاعب، عايز يجيلك بطريقة فيها تلاعب. يعني مش مسألة ان ده شخص عايز يجي وبس، لا هو عايز يجيلك بطريقة فيها تلاعب. مش هين عليه يجي عادي كده، هو مش هين عليه. اول حاجة لان هو شايف انك انت من وجهة نظره ان انت نسيته، ندم قوي عليك، قوي قوي، حرفيا حاسس بالضياع من غيركم. الشخص ده
وحرفيا انتوا بدأتوا بالتحرر، اديتوا ظهركم للعلاقة وابتديتوا تتحرروا، بس هو لسه هنا، هو لسه موجود هنا، خلي بالكم. فالشخص ده مش عارف يعمل ايه. انتوا حاليا زي ما قلت لكم في مرحلة استشفاء، يعني انتوا مش مثلا خلاص انتوا نسيتوه، لا، بس انتوا في استشفاء. والشخص ده هو عايز يقولك رسالة دلوقتي وصلت. الرسالة بيقولك فيها أنا آسف. هو بيقولك كده، بيقولك أنا آسف، بعتذر، سامحني. هو بيقولك كده في الرسالة، ندمت، مش عارف أعيش من غيرك. الشخص ده بيوجه لك الكلمات دي. طب هو بيوجهها ازاي وهو بأفعاله السودة ما بيجيش؟ هو بيوجهها لنفسه اللي هو جواه. يعني هو يتمنى يقولك كده، يتمنى يقولك ده. طب هو يا ام جانا لو جات له الفرصة يعني هيبعت لي ويقول لي انا آسف؟ لا. ليه؟ متلاعب. بس احنا برضو لسه في حلقة مفقودة. ليه هو بيتلاعب؟ ليه هو مش صادق في العلاقة؟ ليه هو مش عايز يجي؟ ماشي، احنا عارفين ان هو بتاع مصلحته، بس انا حاسة ان في حاجة تانية. يعني انا حاسة ان في شيء تاني بيخلي الشخص ده يتلاعب. مش دي كل الحقيقة. الحقيقة مش كاملة هنا. انتوا حبايبي مش هقول عليكم ان انتوا منهارين عاطفيا بقى وبتبكوا، لا، بس انتوا في حاجة هنا. انتوا عندكم حالة صمت ترعب، حالة صمت تخوف، حالة صمت اللي هي من بعدها هتاخدوا قرار مش سهل، وهو واصلاله طاقتك. هو لغاية دلوقتي قلقان منكم قوي وقلقان من ردة فعلكم. وظهر معانا دلوقتي الطرف التالت. الطرف التالت، طيب، الطرف التالت هنا هيعرض عرض على الحبيب لأنه عارفه بتاع مصلحته، بس هو لسه ما عرضش عليه العرض ده، بس هو عايز يعرض عليه عرض. بس القراءة هنا جاية بتقولك ما تقلقش، مفيش داعي للقلق، في تغيرات كبيرة وسعيدة بإذن الله في العلاقة دي. ودايما القراءة ما تنساش إنها بتوجهك لشيء، بتقولك استمع لحدسك. شايفة هنا برضو ما زالت القراءة بتقولك انت اللي عليك الاختيار. شوفونا، يعني القراءة تحسوا انها بتجيلك نفس يعني كأنها كده رسائل تأكيدية أو رسائل توكيدية ليك. في تأكيدات هنا على الشيء ده. بس هي بتقولك حاجة تانية برضو القراءة، بتقولك عيد التفكير. طب يعيد التفكير في ايه بالظبط؟ يعيد التفكير في ايه؟ أول حاجة كده برضو خلينا، النقطة دي مش واضحة دلوقتي اللي هو إعادة التفكير. طيب، حاليا دلوقتي اللي ظاهر ان الطرف الثالث، هنتكلم في قعدة تفكير ما تقلقوش، عشان ممكن تفكروا ان انا ممكن افوتها ولا حاجة، ما تقلقوش، هنشوف تعيد التفكير في انك تنسى العلاقة دي ولا تعيد التفكير في انك تكمل فيها، فهنشوف. بس دلوقتي خليني كده قبل ما الطرف الثالث يفلت، هو هيعرض عرض على الحبيب. ممكن يكون العرض ده عرض جسدي، وممكن يكون العرض ده هيعرض عليه عرض تيجي نكون شركاء في الشيء الفلاني ونرتبط ونكمل الشراكة دي بالارتباط، أو هيعرض عليه عرض فيه إغواء، بس هو حس إنه هيجي ويعتذر لك، حس إنه ابتدى يضعف، وده شك فيه كبير قوي، وحس إنه هو مش مرتاح مش مبسوط، وشاف الحبيب ابتدى بقى اللي هو ايه، مثلا يكون قاعد معاه يبتدي يبص عليك، او يبتدي يبص عليك ازاي، يعني يسرح يشرد، اللي هو يبقى قاعد كده يقوم مفكر فيك. فالطرف التالت يجي كده ويسأله امال انت سرحان في ايه؟ فالحبيب يقول له
مفيش حاجة، لا مفيش، مش سرحان ولا حاجة، مفيش أي مشكلة، عادي. فالطرف التالت يبصله كده بس مش مرتاح، مش مبسوط. وبعدين الحبيب بيحصل اي موقف ليك، بتنزل بوست معين، بيخشلك من اكونتات فيك، بيحس بطاقتك، ممكن تكون بتتواجد في المكان اللي هو فيه، بس هو احيانا بيشوفك بعينه، ممكن يكون بيتفرج على صورك، فالطاقات هنا مختلفة. الطرف التالت حس انه متلهف، الحبيب متلهف قوي، متلهف لحاجات هو مش عارفها. فالطرف التالت هنا يا حبايب قلبي نفس تلاعب حبيبك، وكأنهم تقولوش يا حبايبي فولة واتقسمت نصين في التلاعب بس، في التلاعب بس. لكن اللي أنا عايزاكم تعرفوه إن الطرف التالت يفوق حبيبك في مصلحته، في اتباع مصلحته أو اتباع هواه، يفوقه بمراحل. عشان كده هو عارف يجيب حبيبك، ليه؟ لأنه زيه، عارف يشده عنده. انتوا كنتوا مصدر عطاء ليه، عمالين تدوا تدوا اللي معاكم وما بتاخدوش، لغاية ما دمركم نفسيا. بس انتوا ابتديتوا تتشافوا ولا ايه؟ ابتديتوا تتشافوا حبايبي. فشايفة هنا طاقة شخص هو مش مرتاح، مش مبسوط، وصدقوني ولا عمره هيشوف الانبساط ولا الراحة، لان انتوا اللي هو ما فهموش ان انتوا كنتوا جزء من روحه، انتوا كنتوا جزء لا يتجزأ من دقات قلبه ومن مشاعره ومن إحساسه، وما قدرش يفهم ده، بس قدر يفهمه بعد ما سابك. الحب الحقيقي هو اللي بيتعرف بعد ما الطرفين بيسيبوا بعض. ازاي؟ هقول لكم ازاي. الحب الحقيقي بعد ما الطرفين بيبعدوا عن بعض او بينفصلوا، لو فعلا ما بيحبوش هو بتلاقيه مرة واحدة نساه ولا كأنه شيئا لم يكن، ما بيرجعلوش تاني، ولو فكر يرجعله هيرجعله بعد كام شهر. وبيبقى راجع عشان ايه؟ بيبقى راجع عشان يتأكد ان هو ما اتنساش، بس مش بيبقى راجع عشان الشخص نفسه ان هو بيحبه ولا لا. كمان بيبان في البعد ازاي؟ بتلاقي الشخص ده بيحافظ قوي على اسرارك، بيحافظ قوي على كل كلمة قلتها له، بيحافظ جدا على صورتك قدام الناس، ما بيحبش ابدا ان هو يجيب سيرتك الا بالخير، بيخاف عليك من نفس الحاجات اللي هو كان بيخاف عليك فيها وانتوا كنتوا مع بعض. بس في نفس الوقت هو بيحافظ عليك، بس هو ما بيحتكش بيك، خلاص هو اخد قرار انا مش عايزه، مش هينفع اكمل معاه، ما اقدرش اكمل معاه، او كل واحد فاهم التاني، بس او فهمت طباعه او انكشف على حقيقته الشخص ده قدامك، بس بتلاقي نفسك من جواك ايوه انا خلاص احترمت نفسي وفاهم حدودي وفاهم حدوده ومش حابب اني اكمل معاه، او شخصياتنا ما تنفعش مع بعض، خلاص ما ينفعش نستقر مع بعض اصلا. لكن الحب نفسه هو ما بقاش موجود، فاهماني؟ بس الاخلاق بتبان بقى، او او مثلا الحب بيبان نفسه، ان انت ما تقدرش تلاقي نفسك مش حابب ان انت تجيب سيرته بحاجة وحشة كده. ليه؟ لان ده كان في يوم من الايام حد مهم بالنسبة لك. فانا شايفة هنا كنتوا في العلاقة بتعطوا كتير قوي 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 قوي، وقدمتوا تنازلات كتيرة جدا جدا جدا، والشخص ده كان قاعد بس يعني بيلملم اي شيء انتوا بتدوهوله، اي حاجة كان بياخدها، اي شيء. فما كانش العلاقة فيها ميزان هنا، ما كانش الميزان مظبوط، لا، كانت كفته هو اللي اعلى وانت اللي عمال تنزل تنزل تنزل. فهو حاليا الشخص ده حاليا هو مش عارف يتحرر. الله اكبر، الله اكبر عز الدين.
هو مش عارف يتحرر ومش هيعرف يتحرر. مش هيعرف يتحرر ليه؟ لأنه هو اكتشف هو بيحبك قد إيه في البعد، فهم يعني إيه إحساسه بقى الحقيقي، ابتدى يفهم قيمتك ويعرف قيمتك. فهو دلوقتي عمال بيراقبك، هو دلوقتي عمال بيفكر ويشوف اتصرف معاه ازاي، اعمل معاه ايه. والطرف التالت قاعد لكم بقى، انتوا الاتنين قاعد يعمل لكم كده، يبص عليك ويبص عليه، عمال يبص عليكم انتوا الاتنين، وبيشوف بقى هيحصل ايه، هيحصل ايه في الليلة دي. مش معنى كده ان الطرف التالت ما بيكلموش، لا بيتكلموا عادي. ده لو في طرف تالت، مش كل الناس عندها طرف تالت هنا في العلاقة دي. من وجهة نظري أنا شايفة إن الشخص ده هو مشى لأنه هو اختار مصلحته، ولما بعد عنك حجم نفسه كده وقال مش هقدر أكمل وجرى. بس كانت جريته من العلاقة كانت فيها وجيعة، كانت فيها ندم، كانت فيها شخص بيقول أنا مش هقدر أعيش من غيره. يعني أنا شايفة شخص كان فعلا بيتألم وهو بيسيبك. الشخص ده حبك قوي قوي، بس برضو أنا عايزة أفهم إيه السر الخفي في القراءة دي. يعني ليه سابك وعايز يرجع، وبرضه هو ما احنا عارفين انه بتاع مصلحته بس ايه برضه السر؟ في حاجة مفقودة وفي حلقة مفقودة في الطاقة دي، وهو مش راضي يصرح عنها لغاية دلوقت. وعلى فكرة هو ما قالكش السبب الحقيقي، ما قالكش السبب الحقيقي في بعده. الشخص ده ما قالكش، الشخص ده مكتفي انه يبص عليك من بعيد. طيب وليه عايز يرجع بتلاعب؟ يعني في حاجات كتير بتمر هنا في العلاقة دي غريبة. أول مرة تقابلني علاقة فيها حلقة مفقودة أو فيها لغز مفقود. بصوا، الشخص ده هو حد مش مبسوط ومش مرتاح على فكرة. سواء حتى هو مش مبسوط بعدم وجودك أو مش مبسوط هو نفسيا أصلا في حياته، مش مبسوط. الشخص ده أظهر لك وش مش وشه، أظهر لك إنه هو مش عايزك وباعك، وهو غير كده. الشخص ده بكاك وكان قاصد يبكيك، وهو عايز يبعدك عنه بأي طريقة، كان عايز يبعدك عنه بأي طريقة. ولما بعدت ابتدى هو عمال يدور وراك، عمال يدور وراك. طيب هو أنا شايفة هنا في حاجتين ظاهرين في القراءة. طيب أولا لو الشخص ده حصل ما بينكم تلامس، الشخص ده لما سابك سابك، انا شايفه انه سايبك عشان مثلا مصلحته، او سابك عشان خاطر حس ان في شخص، يعني في حلقه ما بقول لكم مفقوده في العلاقه، بس انا يعني عايزه اجيبها اكتر. يعني في حاجه غريبه في العلاقه دي، الشخص ده رافض يتكلم يا جماعه، رافض حاجه غريبه. طيب هو مبين نفسه ان هو شجاع وجامد قوي، بس هو مش كده، هو مش كده، لا. هو دي انا متاكده منها ان هو مش كده. الشخص ده بيفكر فيك قوي، وكل حركاته تلاعب، بس مش ده السبب، مش عشانه متلاعب ومش عشانه بتاع علاقات، لا. الشخص ده فيه حاجه، الشخص ده هو اخد قرار بالبعد وعايز يبعد، بس هو ندمان قوي. بس ليه مصمم ان هو، او ليه بعد؟ ليه كان اخد القرار انه يبعد؟ طيب هنشوف ليه كان اخد القرار انه يبعد. بسم الله، بسم الله. ليه كان اخد قرار بالبعد؟ ليه؟ طيب هي واضح كده ان انتوا ارواحكم غريبة، او فيكم حد ممكن يكون شخص روحاني شوية، فالطاقة هنا تنفرت من بعض. يعني هو في حاجة غريبة بتحصل في العلاقة دي. طيب على فكرة في هنا طاقات رباعية برضو ظهرت في القراءة. طيب
العلاقة دي ما كانش فيها عدل. تمام، العلاقة دي ما كانش فيها عدل يا حبايبي. بمعنى وبمعنى آخر، الشخص ده كان بيضحك عليك في العلاقة دي وما كانش ناوي على نية الارتباط، و... وحس، بس هو عنده ضمير على فكرة، يعني هو متلاعب بس عنده ضمير. يعني هو بيتلاعب عليك في حركات ايه، في حركات انه يرجع لك تاني، في حركات معينة، لكن هو ضميره صاحي، ما قدرش يكمل في العلاقة دي. اهو هو بيدور على لا، ما قدرش يكمل على الوضع ده. الشخص ده اهو، فاهمني، كان بيدور على نفسه. الشخص ده دور على نفسه وعليك، لقى نفسه، لقى العلاقة دي مش صح، والعلاقة دي ما كانش ينفع فيها ارتباط في التوقيت ده. يعني في حاجة كانت غامضة هنا في العلاقة دي، معرفش ان هو يرتبط بيك. يعني ممكن يكون الشخص ده كان متزوج، ممكن يكون الشخص ده وراه مسؤوليات لحاجة تانية. الشخص ده مرضاش يبص وراه على فكرة، وكان كل ما يحاول يبص وراه بيبص يشوفك فيطمن، يلاقيك انت لسه بتفكر فيه، فيقوم يطمن ويرجع. زي مثلا كده اهو، بصوا كده معايا كان بيعمل ايه. بصوا اه، اجيب ازوم لكم على وشه. ممكن ابعد بيها شويه عشان الزوم صعب قوي يا جماعه، الفوكس هنا. بصوا طيب، انا مش عارفه اجيبها لكم ازاي. عامه كان بيعمل ايه، كان بيبص، فكان مثلا يلاقيك انت ما نسيتوش اهو، يلاقيك انت ما نسيتوش فيضحك الضحكة اللئيمة دي، طيب، ويقوم ساكت. فأنا شايفة شخص هو كان عنده نداءات روحية رهيبة، ما قدرش ما يستجبش لنداءاته دي وما يبعدش. يا رب تكون فهمتوني، يا رب يكون اللي أنا عايزة أشرحه أو اللي أنا عايزة أفهمه لكم وصل، لأني ده فيه يعني ايه حتة او جزء من العمق الروحي شوية. يعني انا عايزة اوصل لكم بأي طريقة سلسة. انا شايفة هنا شخص حذر قوي في تصرفاته معاك، شخص ذكي جدا 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 جدا، وحذر قوي يا حبايبي، حذر معاكم. وهو مش عايز يضيعك من ايده. انا شايفة شخص مش عايز يضيعك، لا. طيب تعالوا ناخده كده من كروت الملايكة ونشوف كده هتقول لنا ايه. كارت الملايكة طلع لنا بيقول لك لا. هو انتوا كان في سؤال في بالكم بيتردد بيقول لك لا، بإجابته هو لا على فكرة. طيب تعالوا ناخده كارت تاني، منطقة تانية. وطلع لي كارت دلوقتي بيقول لك خليك حازم. طيب تعالوا نشوفه برضو ايه. بيقول لك التسامح. طيب، وفكر في حل سلمي، والتوقيت مثالي، بيقولك توقيت مثالي. الشخص ده على فكرة شكله كده في أضعف حالاته من العشق ليك في الفترة دي. شكرا ليكم حبايبي، دي كانت طاقة النهاردة. انتظروني بكرة بإذن الله تعالى وطاقة جديدة واسترسال جديد. وكانت معكم الروحانية أم جنى. شكرا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.